اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الورد ومساء الفل ومساء الياسمين على أحلى متابعين مطبخ الرضا. بحبكم في الله. النهاردة معانا وصفة جميلة جدا جدا هتعجبكم، من وصفات الشتاء الحلوة اللي كلنا بنحبها ولازم نعملها ونجربها في بيوتنا. ريحتها بتخلينا عايزين ناكلها بجنان، وطعمها بيكون ولا أروع من كده. معانا القرنبيط اللون الذهبي، القرنبيط الكريسبي المقرمش كده من بره وطري وجوسي من جوه، مع شوية بطاطس تحفة هيعجبوكم. يلا بقى ندخل نسمي الله ونصلي على الرسول، بس طبعا ما تنسونيش سبسكرايب ولايكات لمطبخ الرضا عشان نكبر بيكم ومعاكم أحلى متابعين في الدنيا. طبعا معانا كده 2 من القرنبيط زي ما انتم شايفين. هبدأ بقى كده أقطع القرنبيط تقطيع كده صغير، حاجة كده جميلة جدا، وهوريكم أنا بقطعه ازاي. طبعا كل ما بتقطعي القرنبيط كده بتمسكيها تنضفيها كده وتخليها كده صغيرة، بيبقى شكلها أحسن وفي نفس الوقت بتستوي معاكي بسهولة. بتحشي بقى العصاية، ما بتخليش العصاية دي كلها، بتحطي حاجة بسيطة خالص من العصاية بتاعتها كده، وتبدأي تفرغيها من بعضها كده وترصيها بنفس الطريقة زي ما انتم شايفين. طبعا القرنبيط من أكلات الشتاء الجميلة جدا اللي احنا بنحب نعملها. ليها طبعا كده خطوات وليها تفاصيل وحركات كده. كل حد مننا ليه طريقته اللي بيعمل بيها، وكل الطرق في الأول وفي الآخر تحترم، واحنا كلنا بنكمل من بعض. زي ما شايفين يا حبايب قلبي، انا قطعت القرنبيط بتاعي. طبعا انا عامله كميه محترمه كده عشان احنا من عشاق القرنبيط. اول حاجه هنبدا نعملها ايه؟ هتعملي ايه بقى؟ حطيت ميه على النار، وهحط في الميه 3 حاجات فقط لا غير. هحط لبن، كمون، ملح. لبن في الميه، لبن في الميه. شويه اللبن دول اولا هيخلوكي وانتي بتسلقي القرنبيط هيطلع ابيض زي البفتة كده، زي الورد. وفي نفس الوقت ما يخليش اي ريحه، كانك ما بتسلقيش قرنبيط في البيت. اي حد داخل من بره هتقولي له انا بعمل اكل ايه النهارده، مش هيعرف انت بتعملي ايه. هو شامم ريحه اللبن الجميله اللي طالعه، مش شامم غير كده. شويه لبن، نحط 3 حاجات: لبن، ملح، كمون. الكمون واللبن، اولا الناس اللي عندها قولون، الانتفاخات بقى والحاجات دي كل ده بيحوشوا شويه اللبن الصغيرين. مش هحدد لك قد ايه، عايزه تحطي معلقتين 3 مفيش اي مشكله. جربيه وهتدعي لي وهتقولي ام احمد دي ست بيت شاطره. بشكر في نفسي. هعمل ايه بقى؟ ما انتوا ناسيني خالص الايام دي، لا في تفاعل ولا في كده اعجابات ولا لايكات ولا حاجه خالص. يعني شجعونا يا جماعه، والله الفيديو بياخد مننا مجهود جامد قوي على ما بنخلصه. طبعا خلصت كده القرنبيط، سلقته وجبت البطاطس قشرتها وعملتها حلقات زي ما انتوا شايفين، وحطيت لها ملح بس، ورفعتها برضو هي كمان على النار. هنبدأ دلوقتي بقى نعمل أهم حاجة وأهم خطوة، وهي العجينة بتاعتنا. العجينة بتاعتنا أو الهيكل الخارجي بتاع القرنبيط. هنعمل ايه بقى؟ زي ما انتوا شايفين معايا 4 حبات من البيض، ومعايا معلقتين توم محترمين كده. ومعايا بقى طبعا ده شبت على كزبرة، انا واخدة بس الورقة اللي تحت كده وفرماها فرم كويس قوي يعني، او متقطعيها تقطيع صغير جدا. ومعايا طبق التوابل المحترم ده عبارة عن ايه؟ معايا فلفل اسود، ومعايا كمون، ومعايا كزبرة وكركم وملح، وهحط معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وطبعا معايا اللبن، هحط 3 كوبايات من اللبن. وزي ال3 كوبايات من اللبن هنحط 3 كوبايات من الدقيق. بس طبعا هنحط كوبايتين الاول ونرجع نشوف هنحتاج التالتة ولا لا. وعلى كوبايتين الدقيق هحط معلقتين كبار من النشا. تمام. هنمشي مع بعض خطوة بخطوة برضو، وهقول لك تاني المقادير بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين هبدأ اكسر الاول كده البيض. معايا 4 حبايات من البيض. طبعا البيض انا مكترة العجينة بتاعتي بس شوية عشان انا هعمل بطاطس كمان. هنزل معاها بالثوم، وحطي الثوم، كل ما تحطي الثوم كده وتكتريه بيخلي ريحة القرنبيط مفحفح كده. وحطينا التوابل اللي هي عبارة عن كركم، كزبرة ناشفة، فلفل اسود، كمون، ونص معلقة من علشان خاطر البيكنج باودر زي ما اتفقنا بينفخ القرنبيط، بس احنا برضو مش عايزين ينفخه قوي لدرجة ان هو يعني يبوظ الكفر الخارجي بتاع القرنبيط. حطيت اول كوباية من اللبن، وادي دي تاني كوباية برضو من اللبن زي ما انتوا شايفين. وعلى فكرة لو ما عندكيش لبن وحابة تستبدلي اللبن ده بمية مفيش اي مشكلة برضو عادي، بس احنا بنزود القيمة الغذائية للحاجة علشان الايام ديت ربنا يعافينا من المرض، فعايزين حاجات فيها قيم غذائية.
حطي بقى كده وانزلي باول كوبايه دقيق، وابداي اضربي برضو كده عشان ما يكلكعش منك لما نشوف هيحتاج ايه. طبعا يا حبايبي لو عندك علبه قشطه يا سلام، هتبقى قشطه يا قشطه، بس طبعا ما كانتش متوفره عندي فحطيت الموجود. كده انا حطيت كوبايتين من الدقيق على 3 كوبايات من اللبن، وحطيت معلقتين كبار من النشا. هشوف بقى العجينه بتاعتي هل هي هتحتاج تاني ولا لا. طبعا لو انت مش عامله بطاطس وعامله كميه اقل، خفي الكميه اعملي بالنص. بس طبعا انا عشان البطاطس فمزوده الكميه. طبعا لقيت العجينه بتاعتي لا هي عايزه الكوبايه التالتة فحطيتها ونزلت بيها. العجينه اللي معايا دي بتعرفيها ازاي ان هي مظبوطه؟ بتبقى اخف من عجينه الكيكه حاجه بسيطه. يعني العجينه اللي بنعجنها للكيكه هي اخف منها حاجه بسيطه. مقادير مظبوطه كده تمام. الملح بتاعي مظبوط، الدنيا بتاعتي زي الفل. انا بوريكم المقدار اللي انا عايزاه. صدقوني والله هتاكلي احلى قرنبيط، ريحه وطعم وحاجه كده زي الفل معايا. امشي بالخطوات وهتدعيلي. كده خلاص القرنبيط بتاعنا استلق. طبعا القرنبيط 3/4 تسويه، انا نسيت اقول لكم في الاول. انا عايزه القرنبيط 3/4 تسويه، والربع الاخير هسويه في الزيت. وشرحه البطاطس 3/4 تسويه. معايا البطاطس جاهزه ومعايا القرنبيط جاهز، وحطيت زيت بس طبعا الزيت لازم يكون غزير شويه علشان القرنبيط بتاعنا يستوي فيه براحته. سخني الزيت وبعد كده هدي النار وانزلي بالقرنبيط خليه يستوي على الهادي. كل الاكل بتاعنا ما بيبقى على الهادي بتاخدي منه بجد احلى طعم واحلى اكل. هبدا بقى زي ما انتم شايفين كده انزل بكميه القرنبيط بتاعتي كده واقلبها، وانزل بقى بيها في الزيت كده، وانا مهديه بقى النار بعد ما سخنت الزيت، علشان الزيت ما يسخنش قوي ويديني اللون الاصفر من بره ويكون لسه القرنبيط بتاعنا ما استواش. شايفين بقى؟ قربوا كده، قربوا كمان معايا. شايفين؟ ايه رايكم؟ الشكل حلو والريحه طالعه جميله والطعم ولا اروع. يستاهل من ايديكم الحلوه احلى لايك. زي ما انتم شايفين يا حبايبي بسم الله تبارك الرحمن، اللون طالع جميل جدا زي ما انتم شايفين. الريحه كانت ما شاء الله عليها ماليه الدنيا كده، ريحه القرنبيط والبيض الجميل بجد حاجه تجيب النفس بصراحه يعني. بدأنا كده حطينا القرنبيط زي ما انتم شايفين، وبدأنا نطلع بقى كده. طبعا لو عندك مناديل مطبخ، انا ما كانتش متوفرة عندي، فطبعا طلعي على مناديل مطبخ. بس طبعا انا مطلعاه زي ما انتم شايفين كده، مصفياه كويس من الزيت، فطالع الله اكبر عليه مقرمش وشكله جميل جدا. وبصراحة كان حاجة كده زي الفل. طبعا زي ما انتم عارفيني وعارفين طبعي، انا بحب دايما معايا المصفى دي مخلياها كده على قد ما اكون بقى لي سمك بقى لي قرنبيط بقى لي اي حاجة في الزيت، بنضف دايما الزيت بتاعي. باجيب بقى البطاطس زي ما انتم شايفين كده وبنزلها برضو بنفس الطريقة. البطاطس لو عايزة تعمليها 3/4 تسوية برضو، خلي القطعة بتاعة البطاطس تخينة شوية عشان تستحمل معاكي السليق والقلية. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله كانت والله ولا أروع. طالعة صفرة وجميلة وما شاء الله. الأيام دي يا جماعة عايزين ناكل حاجات كتير تكون فيها غذاء، علشان اليومين دول طبعا البرد بصراحة ما فيش حد، يعني ربنا يعافينا جميعا، بيته عدى لحد دلوقتي من البرد يعني. فنحمد الله ونشكر فضله على كل اللي ربنا يجيبه. معانا بقى القرنبيط، كنا ما شاء الله قالينا أكبر كمية قرنبيط طالع زي الفل ما شاء الله. أصفر وجميل وحاجة كده من الاخر يعني. والبطاطس طبعا واللفت دوت انا عامله فيديو جميل لللفت ان شاء الله هنزله لكم. كنت لسه كمان عاملاه يا دوب قبليها بيوم، يعني ما كانش لحق ان هو اللون بتاعه يحمر قوي. وطبعا بقى معاكي عيش ومعاكي بصل بقى اخضر واشتغلي بقى. هاتي حبايبك وحبايب حبايبك ياكلوا معاكي، احنا من عشاق اكل القرنبيط بصراحه، اكلات الشتاء الجميله دي يعني. بنعملها وصفة كمان تالتة ان احنا بنعمله كده في تقلية، بس ان شاء الله هبقى اوريه لكم مرة تاني معايا. انا حبيت اوري لكم المقلي وحبيت اوري لكم طريقتنا. ودي طبعا كانت وصفتنا زي ما انتم شايفين. طبعا شكلها بتتكلم هي عن نفسها. شكل القرنبيط بيتكلم عن نفسه يعني، ويستاهل من ايديكم الحلوة احلى لايك. وطبعا معانا البطاطس زي ما انتم شايفين بصراحة كانت مقرمشة كده وجميلة جدا. والليفت بتاعنا طبعا، ودي كانت وجبة جميلة قوي، بتمنى ان هي تعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، احلى متابعين في الدنيا.